السلام عليكم شباب بنات، شخباركم؟ عساكم خير. اليوم ويانا قصة ابنية عراقية هي راح اسولف لكم، واتمنى انه بالنهاية تدعمون القناة باللايك. السلام عليكم. أنا اسمي نورة من العراق. أنا حبيت أطرح قصتي لأن قصتي هادفة وبيها توعية للبنات وبنفس الوقت للشباب حتى ما يخدعون البنات. راح أحكي لكم قصتي وأتمنى كل بنية تستفاد. كنت بالمدرسة، كنت صف ثالث متوسط، وكان ولد يوقف باب المدرسة ويباوع علي، يعني همينه باوع علي. راح يوم اجا يوم كنت دا امشي، صاح لي قال لي اني معجب بيك وحبيتك. المهم صار حكي، قال اجي اخطبك من اهلك. اني همينه صدقته طبعا وحبيته كأي بنية تحب شخص، ودخل بقلبي وهو اول حب، يعني حبيته حب كلش قوي. المهم قمت اطلع وياه ونروح بيت صديق ياخذني يشتري ملابس، يعني مثل ما نقول قشمر علي بسوالف مال الجهال. طبعا أنا انخدعت، كلش انخدعت، وطقينا صورة أنا وياه. اشترالي تليفون وسيم كارت، قال هذني خابريني بيها. المهم علمني، قال لي بوقي من أهلك فلوس وذهب وبيعيهن وانطيني فلوسهن. طبعا أنا كلش انصدمت. قلت له زين ليش؟ قال ما عندي فلوس، خلصت فلوسي وشكو ما عندي صرفت عليك. المهم أنا سويت نفس ما قال وجبت له فلوس. كان يضرب بالشارع ويهددني ويقول لي هسه تنزلين، وإذا ما طلعتي أنشر كل صورك وأخلي أهلك يدرون. طبعا أنا خفت، نزلت وشفته وراح. اجا ثاني يوم شفته، طبعا هنا أنا انصدمت كبيرة، اللي هي انصدمت كلش بيها. قال لي نورة أريد أقولش كلام وأريد أقولك شغلة. قلت له أوكي ماشي. قال لي أريد هذيك الشغلة. طبعا أنا انصدمت حيل وقمت أصيح وأبكي. قال لي سكتي، إذا ما انطيتيني الأريدة أنشر صورك وأخلي أهلي يدرون، حتى أخوك أخليه يدري هم. أنا هم سويت اللي يريده، سمعت كلامه. بعدين عافني. تدرون ليش عافني؟ لأن هو طلب شغلات ورفضتهن وما قبلت فيهن وعافني. والصدمة الأكبر واللي انصدمت فيها هو كل مستقبلي وحياتي. راسل أبويا اللي هو والدي، راسل على الفيس وفهمه كل السالفة اللي بينه وبينه، ودس صوري الأبويا. بس عم بقولكم بشي، نصيحة من أخذكم، لا تصدقين أي ولد بحياتك. إذا هجي وقالش إنه أنا أحبك، قولي له ذاك بيت أهلي أخطبني مو بعيد وأستري على عرضك وعرض أهلك. وأنا كل شي خسرت، مدرستي، أهلي، كل شي خسرت بحياتي. وأنا حاليا بإيران بيت عمي لأن أهلي ميتوني. ما عندك شرف، ما عندك انت اخلاق، ما عندك خوات تخاف ينحرفن، ما عندك قيم، ما هزك الخوف والنز عن قبالك باكر يشورن. ما قلك ضميرك لا تدق الباب، باكر بوب سترك راح يندقن. ضميرك عالتوالي بنزوتك مربوط، لأن يخدر ضميرك لمن يخدرك.
ضميرك عالتوالي بنزوتك مربوط، لأن يخدر ضميرك لمن يخدرن، قضيها كذب وتشمر من الضوء، وما تقبل عليهن لمن يشمرن، العايفهن ببيتك هم يجيهن دور، ويجي مثلك نذل وبفرشته يعثرن، يا المشرب العار انت البنات الناس، اشتظن باكر خواتك منا ما يشربن وحق ربك الله بالمرصاد، حوبتهن كبيرة بحرقة من يدعن، وما ترضى على اختك الله ما يرضاه، واذا ترضى اذا اللي براسك يلمعن، شد غيرة وشرف خاطر تصير انسان، دعارة ويا الشرف هيهات ينجمعن.